السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش اتأخرت عليكم، معلش كان عندي ظروف. النهارده جايه لكم كده بوصفة خفيفة كده وحلوة، كبير وصغير بيحبها. معانا كفتة مشوية بتاعت الحادي. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة وعليها، يعني هي لحمة حمراء وعليها حتة صغيرة من الدهن. عايزين تحطوا ليا براحتكم، مش عاوزين تحطوا حطوا حتة دهنية. ماشي. هحط بقى على نص كيلو لحمة مفرومة، هحط معلقة دقيق ومعلقة نشا عشان خاطر تديني طراوة للحمة واللحمة ما تنشفش مني. خلاص. وكيس بهارات من البهارات الجاهزة بتاعت الكفتة، لو انت مش عاوزة تحطيها براحتك ما تحطهاش، وحطي ملح وفلفل وخلاص. وبرده معانا نص معلقة كبيرة من كل ده بالمعلقة اللي هي بتاعت الرز العادية. نص معلقة من البيكنج باودر عشان تديني برضو طراوة للكفتة. ومعايا معلقة من السمنة البلدي، حط اي سمنة براحتك، بس يعني انا حطيت حتة سمنة بلدي. ومعايا بصلتين صغيرين مبشورين، وهصفيهم كده نص تصفية، مش هصفيهم قوي يعني من المية بتاعتهم عشان برضو اللحمة ما تبقاش ناشفة. خلاص. وهصفيها كده زي ما انتوا شايفين، وهحتفظ بالمية بتاعتها. خلاص صفيتها اهوت شوية. واي طبعا اي بصل يكون خشن شوية حشيها بعيد علشان خاطر ما تخليش الكفتة تسيب. خلاص. ووضعك كده كويس. طبعا البصل انا فرماه كويس قوي في قلب الكبة، او تعمليه بالمبشرة في العين الضيقة خالص. خلاص. وهقلب كده كويس في الكفتة، عجينة كده مع بعضيها. وبعد ما اقلبها كويس هحطها في قلب الفريزر حوالي 10 دقايق. خلاص. لازم تحطيها في الفريزر حوالي 10 دقايق علشان خاطر الكفتة تبقى متماسكة معاكي وما تفكش معاكي. لو مش مستعجلة ممكن تحطيها في التلاجة حوالي ساعة او ساعتين. لو مستعجلة هسيبيها في الفريزر زي ما قلتلك 10 دقايق، زي ما بيقولوا كده ايه تتسمغ يعني. وهحضر بقى الحاجة اللي بعد كده اللي هعملها معاه. زي ما بوريكم اي حتة بصل تكون خشنة بحوشها بعيد. نقلبها كده كويس. يا رب بقى لو وصلت للمقطع دوت ما تنسينيش في الاشتراك وفي اللايك وكومنت حلو منك، وتدعيلي كده دعوة حلوة ان شاء الله لما تعملي الكفتة بتعجبك. ان شاء الله الكفتة هتعجبك جدا، على الاقل نضيفة وانتي عارفة انتي حاطة فيها ايه، واللحمة انتي فرماها بمعرفتك. عايزة تفرميها في البيت ماشي، عايزة تفرميها عند الجزار براحتك. هنا هنعمل الطحينة، انا عملتها معاكم كذا مرة، بس هعملها معاكم برضو علشان خاطر تبقى مع الفيديو بتاع الكفتة. معايا هنا نص كوباية طحينة، طبعا الطحينة براحتك الكمية اللي تعجبك. ومعايا ملح، رشة ملح ورشة كمون ورشة فلفل اسود ورشة شطة. الشطة طبعا اختياري زي ما انتوا عايزين. ومعايا حبة مية من الحنفية عادي، هحط مع معلقتين كده من المية. عايزة تحط مية مغلية ماشي، عايزة تحط مية من الحنفية ماشي، براحتك خالص. واقلب كده كويس قوي لغاية ما تنعم ويبقى السمك بتاعها يعني ولا هو تخين ولا هو سايل. وهحط حوالي 3 معالق من الخل، وبرضه هظبط الخل وعصرة ليمونة صغيرة، مكترش من الليمون. وهقلب كده كويس في الطحينة. وبعد ما اظبط الملح بتاعها واظبط الخل بتاعها هحطها. بصوا زي ما بوريكم، بصوا التخانة بتاعتها عاملة ازاي. طبعا هحطها في طبق تاني بعد كده عشان خاطر الطبق ما يبقاش متبهدل كده من الطحينة. دلوقتي بقى هعمل السلطة. هجيب البصل هخرطه حلقات رفيعة، واديله تكسيرة كده بالسكينة برضو زي السلطة بتاعت الحاتي بالظبط. خلاص. وطبعا هيبقى معايا من البهارات زي ما انتوا شايفين. انا بقطع البصل ازاي، يعني ما تقطعوهاش ناعمة قوي، طبعا هي نعمت مني، انا كنت بتكلم ما كنتش واخده بالي فنعمت مني. فانتوا اديها كده بس
يعني خبطتين كده بالسكينة وكفاية كده عشان خاطر تبقى باينة في السلطة معاكوا زي بتاعة الحاتي. دلوقتي هحط حبة ملح صغيرين وحبة كمون وحبة فلفل اسود وهحطهم عليها وادعكهم مع بعض كده دعكة كده يعني بسيطة. وبعد كده هعمل الحاجة بتاعت السلطة، هكون غسلاها ومحضرة حاجتي البقدونس والفلفل الحامي لو انتوا حابين. هنا هو حطيت الخل وهحط الليمون، هحوش البذر من الليمون عشان خاطر طبعا مضايقش اللي بياكل، فلازم اكون حايشه البذر من الليمون واعصره كده واسيبها على جنب. وهشوف حاجه السلطه زي ما قلت لكم. السلطه طماطم وبقدونس وخيار وفلفل بارد على فلفل حامي. هي ديت بس السلطه بتاعت الحاتي ما بتكونش عليها جزر. سلطه الحاتي ما بيبقاش عليها جزر زي ما انتوا شايفين اهوت. انا خرطت الحاجه. بقول لكم هنا الخيار بقطعه بالطول وبروح مخرطاه، ما بخرطوش صغير قوي، وبحط مكعبات تلج عشان خاطر تخليلي السلطه تبقى ساقعه وجميله والخضار بيبقى فريش كده ما بيتبلش. واقلبه كله كده مع بعضه. وعايزه احطها طبعا في التلاجة احطها، وعايزه احطها على جنب برضو مفيش مشكله. طبعا هنا بقى انا هعمل الميه بتاعت البصل. بحط معلقه صغيره من الصلصه. عايزه تحطي معلقه كاتشب هتبقى كويسه قوي قوي، هتبقى جميله. وهحط هنا متستغربوش ان انا هحط نص معلقه صغيره من العسل، عسل نحل او عسل اسود، كده هينفع وكده هينفع. وهحط برضو معلقه من الزيت علشان خاطر اتبل وانا بصبع الكفته احط ايدي فيها واعمل بيها. هنا بحط زيت بس ما يكونش ليه ريحه في الصينيه. معلش هزود الزيت شويه علشان خاطر الكفته ما تلزقش في الصينيه. طبعا لو عندك صينيه تيفال هيكون احسن. من هنا حطيت برضو معلقه سمنه مع الزيت وهقلبهم كده مع بعض. وهحط هو زي ما قلت لكم هحط معلقه زيت كده على الميه بتاعه البصل. هنا بقول لكم للبنات طبعا الصغيرين اللي لسه جداد على المطبخ، كل ما تيجي تاخدي من الصلصه لازم تحطي على وشها زيت، اي زيت بقى، زيت تومين، اي زيت خلاص. لكن الزيت اللي انا حطيته في الصينيه اللي انا هعمل فيها الكفته زيت يكون كويس، ما يكونش ليه ريحه. تمام. هنا عندي العيدان بتاعت الشيش طاووق. لو عيدان رفيعه هحط 2 او 3 مع بعض، لكن في عيدان بتبقى تخينه شويه لا هتلفي على عود واحد. وهنا برضو معايا برضو شاليمو، لو عندك بتاع العصير ماشي شغال، ده او ده شغال خلاص، يعني ما توقفيش نفسك على حاجه. ولو عندك برضو معلقه خشب من اللي هي شبه الشاليمو كده اعملي بيها ومشي حالك، يعني ما توقفيش على حاجه. او هاخد قطعه كده من اللحمه بعد طبعا ما سبتها شويه في قلب الفريزر واصبع كده واعمل علامات كده بصوابعي. طبعا بدهن ايدي من الميه بتاعه البصل واعمل كده عشان خاطر تطعم لي الكفته. وبحط كده بوريكم هنا برضو على الخله. برضو لو انتوا عايزين تسيبوها في الخله ماشي، عايزين تحشوها من الخله براحتكم، دي حاجه ترجع لكم مفيش اي مشكله. ولو برضو عايزين تشوها على الفحم برضو براحتكم. انا حبيت اعملها في الفرن كده عشان تبقى سهله، لان مش كل الناس بتعملها يعني على الفحم، مش متاح ليها يعني ان هي تقعد تشوي يعني وتعبق الشقه وكده. فديت برضو طريقه برضو كويسه. خلاص. فهعمل كده الكميه وزي ما وريتكم انا حطيتها كده في الفرن. واول طبعا الفرن تكون عاليه قوي قوي، وبحط الشبكه على اول رف. الشبكه هحطها على اول رف وادخل الفرن بعد ما تكون سخنت، يعني قبل ما اصبع كده الكفته اكون مشغله الفرن عشان تكون حاميه، ما تخليش الكفته تنشف. والكفته هتنزل الميه بتاعتها
وبعد ما تشرب اول ما تشرب الميه بتاعتها على طول، طبعا ما حمرهاش في الفرن علشان خاطر برضو ما تنشفش وتفضل طريه معايا، بطلعها على عين البوتاجاز وبرضو هي كده في قلب الصينيه بتاعتها، واروح محمراها كده من فوق على نار هاديه. بصوا بوريكم ان هي مش لازقه ولا حاجه، وبسم الله ما شاء الله جميله وطريه. وهتتحمر، تحمريها كده من كل وش حوالي دقيقه. كل ما تتحمر معاكي اقلبي الناحيه اللي ما اتحمرتش. وادي اخر حاجه، اديني طلعت الكفته على البقدونس، وحطيت معلقه من الزيت والسمنه اللي انا حمرت فيهم الكفته، وحطيت فيهم فحميه كده صغيره، مع ان انا ما بحبش الفحم بس برضو عملتها عشان خاطر الناس اللي بتحب الفحم. وغطيتها كده بحله وسبتها حوالي دقيقه، وحشت الحله على طول. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب ما تنسونوش في الاشتراك وفي اللايك وكومنت حلو ودعوه منكم كده حلوه. ويا رب لما يعجبكم الكفته كده تقول لي كلمه حلوه في الكومنتات. بصوا الكفته طريه مش ناشفه ولا حاجه وجميله. واقول لكم اقول لكم يا رب الفيديو النهارده يكون خفيف ولطيف على قلوبكم. يا ريت ما تنسونش في الاشتراك واللايك وكومنت حلو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم هدى عبد الحكيم.